سليم، كل شي سوينا. كل الاشياء اللي كانت ببالي سويناها، ولحد الان اشوف الشارع مو انه سلات غذائيه وزعنا، سبيس العالم اللي اجت على مود سبيس وطرق وما اعرف شنو طيناهم وسويناها، بطايق اشترينا. ولحد الان من اطلع بالشارع اشوف الناس كانما هواهم ويانا. انا معتمد عليك انت مدير مكتبي، اريد افكار جديده، اريد شيء جديد، اريد يعني الانتخابات ما بقى لها شيء، وانا لحد الان ما مطمن. حجي كلامك هو عين الصواب، وتدري بيه هاي شغلتي. تعرف بيه شلون اقدر اكسب الناس، ما خلينا شيء ما سويناه. زين، وهسه دا تنزل للشارع الناس ما بدها بس تبوس ايدك. بس اني عندي فكره جديده اتمنى انه توافقني بيها. اريد نستغل مشاهير السوشيال ميديا. وبشنو ذولا يقدرون يفيدون المشاهير مال السوشيال ميديا؟ حجي اعرف واحد اسمه ابو مسلم، عنده اكثر من 10 ملايين متابع، وكلش مؤثر بالمجتمع. المحتوى مالته عبارة عن مواعظ وحكم ينصح الشباب، فأنا أشوف لو نستغله. مواعظ وحكم وتريد يجي يوقف ويانا؟ مليون بالمية ما يوقف ويانا، وبعدين ايش راح يفيدنا يعني؟ لا حجي، هسه حاليا هذا أبو مسلم يمر بظرف قاسي جدا، وأنا أعرفه معرفة شخصية، فإحنا لازم نستغل هاي النقطة. عنده ابنه مار بظرف صحي سيء جدا، ويحتاج الفلوس، زين، ويحتاج السلطة، فإحنا لازم نستغل هاي النقطة ونوصل له حتى يسوي لنا دعاية وإعلان. هاي هي، على بركة الله توكل عليه ونشوف. يا اهلا وسهلا استاذ سليم. شنو هالغيبه الطويله عم لا شايفينك لا مار علينا. العزيز أبو مسلم، تعرف هالفترة ملتهين ودعاية انتخابية عندنا ويا الحجي، وقضاء حاجات الناس، تبليط شوارع، وتعرف قضاء حاجات الناس شيء مو سهل. وأنا أصلا جايك بهذا الخصوص لأن أدري ابنك يمر بظرف صحي صعب جدا، حاجيت الحجي على مود هذا الموضوع، وخابر لك الدكتور مهم وكلش كبير بالهند على مود الحالة اللي تخص ابنك. والله يا استاذ سليم تعرف وضع ابني كلش تعبان، وانا هنا بالعراق ايسوني من حالته حقيقي، وقالوا وضعه كلش مو تمام واحتمال يعني يتوفى. بس يعني اذا الحج يتكفل بهذا الموضوع ويتكفل انه يسافر خارج العراق ويقول لك دكتور زين هناك، شنو المطلوب من عندي انا؟ وشنو استفادة الحج بهذا الموضوع؟ سألتني، هسه وصلنا للنقطة المفصلية. هذا السؤال تسأل عليه أنت ويسأل عليه أغلب الناس. الحجي ترى عنده منصب وعنده فلوس وما بحاجة لهاي الأمور، بس الحجي يريد يصعد حتى يساعدك ويساعد هاي الناس الفقراء، حتى يوصل صوتها للبرلمان وهو من يحكم يساعدك. زين، وإحنا نريد منك شيء بسيط جدا، يعني تقريبا بدون مقابل. احنا نريد باعتبارك انت عنصر مؤثر بالمجتمع، نريد مجرد صوتك، مجرد تطلع تقول يا ابا الحجي هذا خوش انسان ويساعد الفقراء، هاي كل شيء نريد من عندك، بس هيك. والله يا استاذ سليم انا مستعد اسوي كل شيء على مود ابني، يعني على مود امل بسيط، مستعد انطر روحي في سبيل ابني يرجع للحياة. شوف ابو مسلم، احنا روحك ما نحتاجه، احنا نريد منك شيء بسيط. تطلع خلال هاي سوالفك مال الحكم والمواعظ، زين، تنزل لنا فيديو بسيط تحكي بيه عن الحجي وخلص، هاي كل شيء ما اريد منك، بس هيك. سهل سهل. السلام عليكم أصدقائي ومتابعيني، طبعا أعتذر جدا
لان ما متواصل وياكم بسبب سوء حاله ابني الصحيه. فاني اليوم موضوعنا راح يكون بعيدا عن الحكم والمواعظ، موضوعنا راح يكون على شخص من منطقتنا من ولايتنا، الحجي. هذا الحجي يا اخوان انا ما جاي اروج له، لكن خلال ما وصلني من مدير مكتبه انه هو يساعد الفقراء ويساعد المساكين وهو مسوي قضايا، فهذا الشخص لازم نوقف وياه. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون زين؟ شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله والشكر. انا اجيتك على مود موضوع ابني. ابنك؟ وضعيته كلش تعبت، وانا سويت اللي علي، بثيت وسويت لكم اعلان. هو ابنك؟ ايه. فشنو اللي صار؟ شنو المستجدات بالموضوع؟ يابا ابنك خابرنا له اكثر من دكتور على مود الحاله مالته، غير ابنك مريض. ايه. وخابرناه للهند والالمانيا وان شاء الله نوصل الحل. زين انتم مو قلتوا اكو دكتور بالهند هو اللي يشفى حالته، ليش خابرتوا اكثر من دكتور؟ صحيح هو احنا نخابر له اكثر من دكتور على مود نوصل للحل، مو حتى ابنك غير يكتسب الشفاء التام. أيوة. رحنا لهذا الدكتور الواحد وطلع ما يعرف له. صحيح. احنا نخابر له اكثر من مكان وان شاء الله نوصل للمرحله انت ترضى عنها، اهم شيء ترضى عنها. اقدر التقي بالحجي؟ لا حاليا الحجي كلش مشغول، وتعرف فتره انتخابات. روح هسه روح، والله كريم احنا نخابرك، انت مو رقمك يمنا؟ نعم. احنا نخابرك وان شاء الله نوصل الحل. مشكورين. اهلا وسهلا. صايرين ولا يهمك. استاذ سليم السلام عليكم. السلام. شلونك اهلا احوالك؟ وسهلا. الحمد لله. استاذ بالنسبه لوضعيه ابني كلش بالدهوه، وانتم وعدتوني والحج صار له 4 اشهر من صحته. يعني انا ما اعرف ابني، كل يوم يخابرني الدكتور عليه يقول لي ابنك واصل للموت. انا اعتمدت عليكم يا استاذ. عيني يا ابو مسلم، الحج تدري بيصعد وعنده التزامات هواي، جلسات بالبرلمان وعنده ارتباطات كلش هواي. ادري بس ابنك هو مريض، هاي ابناء العالم كلها مرضى واحنا ملتهين وياهم. شنو الحل يا استاذ؟ شنو الحل؟ اذا انتظرنا ليش تلح؟ ليش تلح؟ ليش وقت راح انتظر انا حياه ابني مقابل هذا الشيء؟ احنا انطيناك حكايه وخلص، ملتزمين بحكايتنا وانا متكفل بالموضوع. انتظرنا وروح هسه، الله كريم. روح هسه شوف حتى المصعد انسد، راح انزل بالدرج. يلا في مال الله. بشر دكتور، شنو اللي صار؟ نعتذر، كل اللي قدرنا عليه سويناه، بس امر ربك بقى بحياتك. اقول مسلم الله يكون بعونك. السلام عليكم. هذا الفيديو احتمال راح يكون آخر فيديو لي. حبيت أعتذر من عندكم، أنتم ناسي وعائلتي. حبيت أعتذر من ابني الله يرحمه، واللي اكتشفته أنه الخيانة تكون مو فقط من تعوف الجبهة وإحنا بحالة حرب، الخيانة تكون بالصوت، بالكلمة، من تنطي صوتك الشخص ما يستحق. هنا ما راح تخون نفسك، هنا راح تخون وطن بالكامل. وبسلامتكم.